السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جبت لكم قصة اليوم، قصة جميلة جدا. من الاستسلام إلى النجاح. ستكتشف كيف يمكن للأمل أن يولد من أصعب اللحظات. تابعوا معي القصة. في ليلة هادئة كانت الرياح تعزف ألحانها الحزينة على نوافذ منزل صغير في أطراف القرية. هناك كانت تجلس مريم تحدق في السماء وكأنها تبحث عن شيء ضاع منها منذ زمن. كانت مريم فتاة طيبة القلب تعيش مع والدتها بعد أن فقدت والدها في صغرها. ورغم صعوبة الحياة لم تفقد ابتسامتها أبدا. كانت تحلم دائما بأن تصبح فنانة ترسم الفرح في قلوب الناس. لكن الحياة لم تكن سهلة، فقد تعرضت مريم للكثير من السخرية بسبب فقرها، حتى بدأت تفقد ثقتها بنفسها. لكن عندما رأت لوحة الآخرين شعرت بالخوف والتردد، وفي لحظة ضعف قررت الانسحاب. لكنها تذكرت كلمات والدها: لا تخافي من الفشل، الخوف الحقيقي هو ألا تحاولي. عادت مريم إلى لوحتها وأمسكت الفرشاة بثقة. رسمت قصة حياتها: الألم، الحزن، والأمل. رسمت قلبها بكل صدق، وعندما انتهت لم تكن تعلم أن لوحتها ستبكي كلما رآها. أعلنت النجاح وفازت مريم بالمركز الأول. لم يكن الفوز مجرد جائزة، بل كان بداية حياة جديدة عادت فيها ثقتها بنفسها، وعاد الضوء إلى قلبها من جديد. وفي تلك الليلة نظرت مريم إلى السماء مرة أخرى، لكنها هذه المرة لم تكن تبحث عن شيء ضائع، بل كانت تشكر الله على كل شيء. لا تدع الخوف يمنعك من المحاولة، فربما تكون خطوتك الصغيرة بداية لحلم كبير. وهكذا تحولت لحظة ضعف إلى بداية نجاح عظيم، فقط لأنها لم تستسلم. إذا أعجبتك القصة لا تنسى الإعجاب والاشتراك لدعمنا. نلتقي في قصة جديدة بإذن الله. مع السلامة.